مرحبا بكم. العراق وسوريا قال مساعدات إنسانية. احنا ما نقدر نتكلم احنا والعراقيين عن مساعدات بين بعضنا لأن أهل. يا جماعة أعظم جارين على وجه الأرض كدول، شعوب، أقصد شعوب يعني دولتين، سوريا والعراق. أطيب مساعدات إذا أتت للسوري هي من العراقي، غير مصحوبة لا بمنة ولا منية ولا يضربون جميلة أبدا ولا بأي شيء. ونفس الشيء السوري. 2003 جانا العراقي لاجئ على سوريا، طبعا هو أهل الدار، أهله بلده سوريا، على أساس لاجئ يعني. جاب معاه تمر، جاب معاه بنزين، جاب كل خيرات العراق. الأسواق السورية خصوصا أنا ابن دير الزور من جهة القائم والرمادي والبوكمال وكذا، هناك محاذين للعراق. أسواقنا انترست ترس خيرات عراقية، حتى جحاش والبغال والصخل والمعز والبقر صار ياكل تمور عراقية هي الأجود في العالم. بنزين عراقي عبى الأسواق، تدفينا على البنزين العراقي. حتى حميرنا وحيواناتنا صارت تاكل تمور، ناهيك عن الخيرات الباقية من دبس، من قمر الدين. انت لاجئ وجايب كل الخيرات. شوف، عبى بلدنا خيرات العراق. واليوم مساعدات من العراق، هو يخجل ما يخلينا نقول انه العراقي جاب، يقولوا اسكت يعني، ما يريد حدا يسولف. هذا العراقي وهذا السوري ترابط أخوة، شيء مش طبيعي أبدا، مو طبيعي. من كم يوم دول تساعد السوريين، صيروا مثل العراق يابا. طارت طياراتنا لتساعد السوريين، برم دولاب الطيارة صوروه، حتى طيارة انطلقت من مطاراتهم صوروها، حطت الطيارة في مطار سوريا، في مطار حلب. انظر إلى مواطن سوري يأكل من خيراتنا، يشرب خري المواطن السوري من خيراتنا. المواطن السوري بال من العصير الذي يشربه من دولتنا، خري المواطن السوري، تغطى أنه مواطن سوري يتغطى بأحرام دولتنا. طارت طائراتنا، أكل السوري من خيراتنا. انظروا كيف يمضغ الطعام، انظر اللقمة الثانية، اللقمة الثالثة. هلكتونا. صيروا مثل نعال العراقيين، بس